أصدقائي، هذا الفيديو مخصص لعشاق ببغاء الكاسكو اللي فيه كل المعلومات اللي حابين تعرفوا عنه وكيف بدنا نربيه. لازم نعرف عنه بالأول شوية معلومات. أصدقائي، يا ريت ما تنسوني من عمل لايك والاشتراك بالفيديو أصدقائي، ويلا خلينا نتابع سوا. وبالنسبة لموطنه الأصلي اللي هو غانا والكاميرون ونيجيريا، بيتراوح طول الببغاء من 33 سم لل 35 سم، وكمان بيتراوح وزنه من ال 400 جرام لل 420 جرام. تمام أصدقائي؟ وهو طير حساس جدا جدا جدا، يعني بدنا كتير ننتبه عليه بالنسبة للمعاملة معه، مثل انه ما نتركه وحيد او ما نتركه بفترات طويلة، يعني من غير ما نطلعه من القفص ونلعبه وندلله. كمان القفص تبعه لازم يكون بمساحة كبيرة أصدقائي، تمام؟ والنظافة شيء أساسي، يعني المي يوميا بدها تكون مغيرة ونظيفة. ضروري جدا نأمن له بيئة جيدة بالبيت، يعني نبعد عنه أصوات الحيوانات والأصوات المرعبة أصدقائي، لأنه بصير يعمل أصوات هيك متقطعة، يعني تمام. هذا الشيء بيدل على انه هو متضايق ومكتئب وفي شيء عم يضايقه بالبيت. بدنا ننتبه كثير على هي النقطة. ما بدنا ننسى انه كل يوم بدنا نطلعه من القفص من نص ساعة للساعة أصدقائي، أقل شيء. وبنقول كمان هي المعلومة عن الأنثى، الأنثى تبعه كمان بتضل عم تبيض ليصير عمره 40 سنة، وجلوسه هادئ بالقفص من غير حركات أو من غير صوت، هذا بدل على أنه مرتاح الطائر. ووقت اللي بيكون عم يرقص ومفرق يعني فرحان هيك ومبسوط، هذا بيدل على كمان انه عم يلفت نظر لصاحبه، تمام، مشان يتواصل معه. وبالنسبة لعمره أصدقائي، بيوصل عمره لل50 سنة وحسب العناية فيه. أما تحديد عمره بالنسبة للعمر، من وقت بيفقس من البيضة لوقت بصير عمره 6 شهور بتكون العين سوداء، تمام أصدقائي. ومن ال6 شهور للسنة بتكون العين رصاصية، يعني رمادي فاتح. ومن السنة للسنتين بتكون صارت لون العينه الرمادي الغامق، تمام أصدقائي. ومن بعد هيك كل سنة بيكبر فيها أكثر، بتقلب العين على لون الصفار، يعني البياض بصير على لون صفار، تمام. حتى بصير بيتدرج بالاصفر الغامق. من بعد 3 سنين بنصير بنحدد عمره، كل سنه بيكبر فيها من شو؟ من لون عيون اصدقائي. وبالنسبه لتغذيه الكاسكو، ما بدنا على طول نعطيه البذور بشكل دائم، لانه اكل البذور بشكل دائم بيسبب عنده نقص فيتامين اي. وقت بصير عنده نقص فيتامين اي، بصير داير العين عنده من برا تنتفخ وتصير على لونها على زهر، تمام. وبصير معه اكتئاب وبصير معه مشاكل نفسيه. وشو هو الاكل اللي نحن ممنوع نعطيه؟ عدوا معاي: الافوكادو، تمام، ومنتجات اللبن والشوكولا والطبخ، تمام اصدقائي. البصل، هدول بدنا نبعدهم عنه بشكل نهائي اصدقائي. تبلغ حرارة جسمه 40 درجة، تمام. وسبحان الله نبض القلب عنده وقت بيطير بالبرية بالطبيعة يعني بيوصل لل 900 دقة بالدقيقة. بيتراوح كمان سعره من ال 500 دولار ل 3000 دولار. طبعا هذا الشيء بيحدده الشكل واللون والجمال. بالنسبة لأنواعه: الكونغو والغاني والتمنة. الكونغو أجملهم، بيتميز باللون الرمادي الفاتح وذنبه الأحمر الغامق، تمام. والغاني أصدقائي، الغاني بيجي شوي ألوانه أضعف وأفتح. كمان بيجي بعده التمنة اللي بيجي أصغر حجم وألوانه بتكون غامقة. وشو هو الفرق اللي بيكون بين الأفريقي والهولندي؟ طبعا فرق ما في، اثنين جايين من افريقيا اصدقائي، ولكن بنقولوا هولندي لانه تربية مزارع، وتربية المزارع بيكون في بيجروا حجل، تمام اصدقائي. والافريقي جاي من افريقيا، يعني من البرية ومن الطبيعة. وبالنسبة للتكاثر أصدقائي، فهو العمر المناسب ال5 سنين، العمر المناسب للذكر مشان التزاوج. كمان معلومة ثانية: لازم يكون البيت تبعه كبير ومريح، تمام، وعشه بيجي هيك بشكل حرف ال، تمام أصدقائي. التأكد من جنس الطائر ذكر أم أنثى عن طريق تحليل الدي ان اي بيكون هيك أضمن طريقة. وكمان وقت بنكون عم نفرخهم، لان ما بدنا ننسى انه بدنا نحط لهم نشاره وبشكل جيد بقلب البيت. وما ننسى كمان انه على طول نعطيهم المحفزات والفيتامينات
غذائهم يكون ببرنامج غذائي منظم، مثل ما انا شرحت ببعض فيديوهات سابقه يعني كيف بدنا نغذيهم ونطعميه ونعتني فيه. وبيقوم بالتكاثر بالسنه مره او مرتين، وبتضع الانثى من 3 بيضات ل5 بيضات، وفتره حضانه البيض بتوصل للشهر اصدقائي، وبضل لعمر 80 يوم موجود بالعش يعني ببيته، وبضل تابع لامه لمده ال6 شهور. واذا بدنا نغر الكاسكو بنغره على اقل شيء على عمر ال3 اسابيع. اما لاطعام الفراخ على عمر ال3 اسابيع فالكميه بدها تكون من 5 ميلي لل10 ميلي، وطبعا هذا الشيء بيزيد حسب عمر الطائر، كل ما كبر نحن بنزود له بالنسبه للاكل. عشان ترويضه اصدقائي كثير شرحت انا بفيديوهات سابقه كيف بدنا نروض الطير. الطير حساس جدا، كاسكو حساس جدا، يعني بدنا نتعامل معه كانه عم نتعامل مع طفل صغير، تمام، بهدوء برقه، وبدنا على طول نعمل للروضه، بدنا نعمل عمليات التكرار معه، تمام، يعني الحركه بدنا نكررها كثير، بدنا نطول بالنا كثير معه. مثلا عضنا عضه هيك ناعمه بنمشيها، ما بنفرجيه انه تاذينا منه، تمام اصدقائي. وان شاء الله عز وجل بشوفكم فيديوهات قادمه، وان شاء الله تكونوا اخذتوا كل المعلومات اللازمه. يا ريت ما تنسوني من الاشتراك بالقناه وعمل لايك، وبشوفكم على خير.